حلقة أخرى من الحلقات الرمضانية مع السي اي او لأربز ام ام اي. كانت أربز ام ام اي واحد تبع صارت arbsmma.com. نبدي بهاي النقطة. صار تغيير بالاسم. ما تذكرني. أنا أعرف هي قصة مؤلمة. ما تذكرني. أي هذه كانت قصة مؤلمة، وكان إذا بدك بفترة كل شيء بالحياة عم يتدركب مثل ما بيقولوا. again نرجع على خبرية هيديك الحلقة، كيف كلنا عم نتعلم كنا. كانت إنه بما إنه ما في كتير كونتنت، ما في كتير فيديوز، عم ناخد كونتنت شمال يمين. أنا لساني أعملها، يعني كله يعملها، لأن صراحة ما عندنا الأكسس اللي بقيت. صحيح كنا ناخد الفيديوز تبع اليو اف سي، ويوصل لي أنا إيميلات من فيسبوك ومن انستغرام إنه هاو الفيديوز مش لإلك يا بابا، ما تنزل هاو الفيديوز. وأنا طنش نديرها على اللبناني يعني. لا، وصل نهار قالوا لي يعطيك العافية، ما بدنا إياك بقى أنت وصفحتك على المنصات عنا. وراحت الصفحة. بس ما حاولت، أنت كان بذاك الوقت إذا ذكر 32,000 ولا 35,000 إذا أنا if I'm right، وإذا يعني تسعفني الذاكرة. وبذاك الوقت أنت كان ما في عندك بلا منازع ملك الساحة، يعني ما كان يعني ملك الساحة بس بدون أعداء، يعني عارف، مو أعداء عفوا، يعني زملاء بالمهنة. ما حاولت ترجع الصفحة؟ أكيد حاولت بس خلص. مثل بالحياة ريو، بيعطوك فرصة 2 3 4 7، بعدين خلص بدهم يفرجوك الكرباج. اللي ما بيفهم بالكلمة ما بيفهم بالكرباج بالصوت. طيب، كنا قاعد اتكلم بالحلقة السابقة على المقاتلين اللي احنا شفناه. لو انا اقعد اسألك من كل بلد تعطيني مقاتل تذكره انه تقول هذا المقاتل صراحة ترك عندي أثر، إذا ما ذكرت اسم يعني معناها ما كان في أثر من ذاك البلدة. أنا راح أسجلها هاي عاد بالمتى تبع النظارات، فذاك لا، بس أنا ما لبس نظارات على فكرة. هي متى ستار ريكوردينج. أول شيء نبدي مغرب. مين أكثر مقاتل تذكر من المغرب؟ هي متى ستار ريكوردينج. بدر هاري. أوكي. لأنه كنت أحضره، كنت كتير صغير يعني من أيام الكي 1. وكانت يعني الكي 1 والبرايد كانوا أول منظمتين خاصهم بالفنون الإيطالية بلشت أحضرهم consistently، يعني انطرهم ليطلعوا على التي في. بوقتها ما كان في لا كيبل ولا في شيء تطلع لك. اكشلي اول ايام الكيبل تطلع لك على اليورو سبورتس الكي 1 خلص تلغي كل المشاريع. مش انه كان عندنا مشاريع، بس انه من مصر هل لك مقاتل مصري تتذكره يترك عليك انطباع في هالفترة من زمان والآن؟ أحمد فارس ذا برنس، لأن شفته كيف بلش وشفتهم كلهم يعني ممتع. مصر هيك. مصر جنون. مصر جنون. كيف هيدول الشباب اتطوروا بهيدي الفترة، كيف كان الصيت تبع الام ام اي بمصر عدم، وهلأ صاروا الجماعة on the top. أحمد فارس بمرن اتطور بطريقة مخيفة، عنده 40-50 فايت. راح الونفسي من الوحيدين اللي فازوا بيتمرنوا لحالهم يعني. بيتمرنوا لحالهم. مش هقول لك ما في بلد تاني بالعالم الفايترز بيتمرنوا لحالهم، ولكن منه شيء عادي يعني. منه شيء عادي انت تتمرن مع اصحابك وتكبروا لتصيروا على بروفيشنال ليفل، مثل اسلام سياحة، مثل اسلام رضا. يعني هيدول الجماعة بصراحة غير شكل. من السعودية عبد الله قحطاني، مصطفى. بصراحة بالسعودية عندي ذكريات مع العنازي. اوكي. كنت حب طريقة لعبه، كنت حسه عنده هاي اي كيو. ما كمل، ما بعرف شو كانت الظروف، ولكن كنت حس انه والله هيدا الشاب عنده شيء، فهمان الرياضة بطريقة غير. اوقات بتحس عند اشخاص هيدول، اوقات بتحس انه اوكي واحد مقاتل عنده تكنيك معين او عنده قدرة معينة، واوقات بتحس انه لحظة هيدا عم بيتحرك مرتاح هيدا الزلمة جاي عم بيلعب بطريقة سلسة. يعني من البحرين كوهيجي لازم أكيد. يعني هو أكيد. وجه في المختلط البحرين بنفس الطريقة. كمان كوهيجي وقت بلش يعني حطوه بالبروفيشنال. ما بعرف هيدا حدا يعني دفشوه على البروفيشنال. كوهيجي كان في يكون محلات بعد أعلى من اللي هو فيها لو بدأ هو. صحيح. الإمارات
منه نكتار. محمد يحيى يمكن اكثر اسم اكيد محمد يحيى. في بعض من الاماتشرز يلي هلا عم يطلعوا صح عندهم مستقبل. بس خلينا على المحترفين عشان نبقى. محمد يحيى. الكويت بوصيري سوريا طارق سليمان. كان في كمان اللي كان يلعب ضد كركي الكوتش تبع عبد الله القحطاني، ما اتذكره بس انا كتير بتذكره. طيب. هلا راح اسمه عن راسي. العراق حسين سالم. قبل ما تغير حسين سالم، يعني وقت تقول لي مثلا حسين سالم عنده فايت انا راح احضر الايفنت، بدي اشوفه. زلمه كتير بيسلي. حسين سالم من واحد الموست اكسايتنج فايترز، واحد من اكثر المقاتلين متعه هاي. بس انا رايي مجروح فيه. نروح الى لبنان. فخر الدين ورامي حامد. اي بس رامي حامد شو اسمه، بس فخر الدين وصل تحسد. ولبان لا ليك عم بحكيك عن الاشخاص يلي بمعنى الحكي ستايلون مش كتير يتكرر. مش ضروري يكونوا اشطر شيء، عرفت؟ بس مثلا الستايل تبع لبان اكسايتنج، يعني اتكلم على غريب. ما حدا كاتش مي اف يو كان. في 4 اشخاص من بلدان مختلفة برأيي طبعا ككيكس كاكسايتنج. انت تحكي حسين سالم، حكيت لبان، عز الدين درباني، واحمد فارس. هذول 4 بلدان مختلفة. لو اعمل لهم انا دول ميني تورنمنت بيناتهم يكون شيء رهيب اذا قدروا يوصلوا الوزن طبعا اللي هو قريبين. طيب نرجع من لبنان الى الاردن. نروح، من هو احسن مقاتل ظل براسك؟ ميكس بين، يعني بعتقد الاكثر شخصين يلي هن وصلوا على اليو اف سي، علي القيسي وعبد الكريم السلوادي. هيدول اكثر شخصين اذا بدك اشتغلوا صح. انا يعجبني كمان نورز، عجبني دول الاثنين. وكمان نورز شفت نورز. بس شوفوا بكل بلد حكينا باسم، يمكن اسمين لو كثرنا. بس شفت يا نورس بنسينا بس شوف الاردن عندك 3 اسماء، وانت لحد الان ما تكلمت على جراح بوقتها كان اشهر من هم الثلاثه. يعني جراح يعني يمكن لما راح البي اف ال، بس الناس تتذكر تنسى قبل ما يروح البي اف ال لما كان ببريف كيف كان هو الفتى المدلل، الفتى الذهبي، عفوا مو الفتى المدلل، الفتى الذهبي. فانا يعجبني صراحه هذول ال4 يمثلون صراحه الاردن. السكيلز او المهارات فيك تربح فيها، بس بدك الشخصية كرمال لتجيب المصاري. I think هيدا البارت، وأجان الشخصية الماركتبل، مش إنه شخصية الزلمة. بعتقد هيدا البارت هو أثر على كتير من المقاتلين. صح. ليش ما يكبروا؟ يعني في عندك أشخاص تطلع على الانترفيو تبعه من 10 سنين بعده بيقول نفس الشغلة هلا. صح. طيب هيدا الشاب مين بده يكون انترستد يحط مصاري عليه؟ شو الحل؟ طيب احنا قاعدين نتكلم على مشكلة، قول لي الحل. شو انت برأيك الحل؟ انا عندي حلول. لازم تفهم الميديا، لازم ثقافه، يكون عندك ثقافه. اكيد. يعني انا اعرف منظمات، ونحن نحكي نعمل حلقه فقط عن المنظمات، بس اتكلم منظمات تقول لي يعطيني الانستغرام تبعه، يعطيني شو عامل هو على اليوتيوب. يريدون يشوفون شخصيه خلفيه الشخصيه، ما يريدون بس مقاتل يدخل ويطلع. يعني شوف شان ستريكلاند اللي قاتل قبل كم يوم، جايبيه على الشخصيه، بس هو ما عنده كثير، هو وان دايمنشنال. في كثير من المقاتلين ما يعرف هالشخصيه. يا اخي الثقافه، في انا اعرف مقاتلين ما يعرف يقرا ويكتب للاسف، بس مو معناها انه ما تقدر تطور نفسك. تكلم لك كلمه انجليزي اندر ذا بيلت، عم ضربت كانه اندر ذا بيلت، احكي لك مع الحكم، تحلم بطريقه كيف تكسب الحكام، تسلم عليهم. يعني في عندك مقاتلين يعرفوا كيف يكسبوا الميديا، وفي ناس لا خبط لزق بس يقول لك انا هالشكل. في ناس يعرفوا كيف يتكلموا بطريقتهم مع الميديا. ليك مش بس الفايترز باي ذا واي، يعني انا شغلي مش بس بالام ام اي، بالماركتينج بالاجمال، بالبزنس بالاجمال. وين ما تروح اذا الناس ما بيعرفوك، يعني انت ما عندك opportunity. انا كيف بدي اشتغل معك اذا ما بعرفك؟ صح. وكيف بدي اعرفك؟ بمجال الام ام اي بدك تربح، بدك تكون موجود على الاعلام، الصح صح، بدك عشان ما تكون مستحي، بدك ما تكون مستحي تحكي، بدك توصل على أوضة تسلم على الناس، بدك تقدر تجيب سبونسرز، بده يكون في ناس عم تطلع عليك. إذا الناس ما عم تطلع عليك، السبونسر مش فرقاني معه أنت شو عم تربح، لأنه السبونسر بيحط مصرياته على العيون. صح. إذا ما عليك عيون
استفيد شوف شو بدك تعمل. وتطلع تتذكر شو وقت تلبس الشورت تبعك، تلبس القبعه تبعك لما تطلع وانت فايز، وحتى وانت خسران تعرف كيف تتكلم. انا ممكن انا امثلكم خير تمثيل، بعدين تحافظ على شخصيتك برا القفص، عارف انه كيف بالبريس كونفرنس كيف تتكلم، كيف تتحدى، كيف يعني. انا اعرف مقاتل للاسف يعني قالوا له ادفع، كسر فك الخصم بيوم البريس كونفرنس. طيب راح عليك النزال، عارف. صح فالمفروض تعرف كيف تعامل الميديا، تعامل الاشياء. وهيدي شغله هلا عم بشتغل عليها انا وبارتنر جديد عندي اياه. عم نشتغل على بورتل، او اذا بدك شو بيقولوا لها بورتل بالعربي، منصه. بهيدي المنصه فيك تعمل انت البروفايل تبعك، وذر مثل شير دوغ مثل لينكد ان، وعلى هيدا البروفايل بصير عندك معلوماتك، بصير عندك فرصة تحط معلوماتك بطريقة مميزة. بنفس الوقت منكون نحن عم نوفر لك طرق تتعلم فيها أكتر كيف تحكي مع الميديا، منعلمك كيف تستلم السوشيال ميديا تبعك. هيدا لحلقة تانية. عندنا الحلقة عشان نكون عندنا مفاجأة انه راح يكون على كل حال بعد رمضان راح تسمعوا عن بورتال زاهي أفرم. لو أسألك أنت بغض النظر عن النتيجة، مين هو أكثر مقاتل كاريزماتيك عنده الكاريزما؟ محمد فخر الدين. يعني هيدي حتى سؤال الفايترز كلهم محمد فخر الدين. ليك هي غريب هالصبي الميكس تبعه. يعني امبلي هون وهو ألطف واحد. أي لا بس كمان سمعت محمد فخر الدين داخل لبنان يختلف عن محمد فخر الدين خارج لبنان. معنا أنا شفته صراحة خارج لبنان، داخل لبنان، بالسعودية، بالأردن، كل نفس الشخص. لا شخصيته عمره ما لقيته ما مبتسم، حتى وهو ينضرب يبتسم، حتى وهو يضرب يبتسم، حتى لما هو عنده قتال وضرب على فاكر كان يضرب المعلم، عارف، كان يبتسم قاعد يقول له هالشكل. حتى لما هو بيدفع الحكم يبتسم. هذا الشخص ما شاء الله عنده بركة، عنده كاريزما ما عند أي أحد يعني صراحة. بس أنا أتمنى أشوفه مع جراح يحاولوا يعملوا هالجسمة. يا أخي الشخص الوحيد اللي صار دبل تشامب، وكان ممكن يصير تريبل تشامب لو ما كان النزال مال البحرين ما صار بالوزن. لا يعني إذا بدك يعني أوصف محمد فخر الدين بكلمة، عسل. أوف. طيب هل هناك تعتقد هناك قلة معلومات أو قلة ثقافة بالعرب على المعلومات؟ كيف يعني يقول لك يا أخي هو اللي فاز ليش؟ شو سوى؟ تيك داون، وبعد التيك داون ما سوى شيء، ما هو من الأسفل راح يضربه. في ناس ما تعرف كيف تتحكم. هل تعتقد الغلط من عندهم إنه ما يعرف القوانين، ما يعرف كيف التحكيم يصير، ولا الغلط من عندنا إحنا كإعلام؟ ليك الأشخاص الفانز بكل الرياضات في عندهم رأيهم، هن بالنهاية منهم بروفيشنالز. حتى بالفوتبول بتصير تسمعون عم بيقولوا الحكم كان هيك، وبهيدا الفايت الحكم كان هيك، وهو غير مجرى المباراة، وهون كان لازم يعطيهم شو عارف بنالتي بس السؤال يعني غلط من مين؟ كيف تثقفهم؟ كيف تثقف الشعوب العربي؟ يعني NBC عملت أكثر شيء عملتها مع نتكلم احنا مع المنظمات في حلقة أخرى، بس أكثر شيء سوته NBC خلت الحلاق يعرف شو الMMA، خلت ربة البيت تعرف شو الMMA، خلت المحامي يعرف شو الMMA، خلت المعلم، المهندس، السائق السيارة، كله عرف شو الMMA عن طريق NBC. فكيف نثقفهم؟ ليك ما فيك مش قصة يعني ما فيك عشان البورتر تبعك يعني مش قصة ما فيك تثقفهم. بالنهاية وقت يكون في عندك قضاة، وهيدول القضاة الطريقة يلي بينحط فيها العلامات منا واضحة مثل الباسكت، يعني شوي بتشبه هو شو حس أو هو نظرته لشو عم بيصير بقلب القفص. ما فيك هيدي تقرر، هيدي بدها تضل عطول نسبية، يعني غير من الباسكت مثلا فوت نقطة فوت نقطتين، يعني سبجكتيف ضد اوبجكتيف. صحيح. نرجع أعزائي المشاهدين في حلقة، أعزائي المتابعين في حلقة أخرى عما قريب، ونتكلم عن المنظمات اللي موجودة في الريجن في العالم العربي. Thank you.